السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة فطوركم ومرحبا بكم في بودكاست همسات وبقالات. في حلقة اليوم نسأل سؤال بسيط: وش تعني كلمة فال في البقالة؟ هل هو تنبؤ؟ هل هو معرفة بالغيب؟ أكيد لا. الفال في ثقافتنا هو تفاؤل، كلمة طيبة تقال لتزرع الأمل في القلوب. تبدأ البقالة بسم الله بديت وعنبي صليت. هي ليست توقعا للغيب، بل تسليم النية لله وطلب الخير. البقالة ليست قراءة للمستقبل، بل كانت تربية على حسن الظن. وبقالتكم تقول أنو وعقده، بسم الله بديت وعنبي صليت. وليكم هاد البقالة نويت، يا مولاة النية والقلب الكبير، يا كل عقدة وليها تدبير. الصبر وخليها للمولى القادر، تتسقم حياتك ويبشرك بالخير، وكل يوم يتسقم ساعتك وتلبسي برنص الحرير. آمين يا رب العالمين. الكلمة الطيبة تجلب الطمأنينة، والنية الصافية تفتح الأبواب. الفال هو رسالة تفاؤل وصبر، والعوض سيكون أجمل مما تتوقعون. اكتبوا لي في التعليقات وش تعني لكم كلمة فال. نلتقي في الحلقة القادمة مع همسة جديدة وبقالة أجمل. صح سحوركم.